السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصة ديال اليوم قصة واقعية وكتكلم على نوع من أنواع السحر، ويمكن الأغلبية ديالكم عمرو سمع بهذا النوع، أنا أول مرة غنسمع به، رغم أني سمعت بأنواع بزاف ديال السحر، ولكن هذا غريب بزاف. ولكن انت أول مرة كتشوف القناة وكيهمك هذا النوع من القصص، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل معك زر الجرس. بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ونبداو القصة. تيقول صاحب القصة: اسمي مراد وعمري حاليا 23 سنة، وكنسكن في مدينة آسفي. اليوم غادي نعاود لكم قصتي من نهار تولدت ليومنا لهذا. كاع الأحداث اللي غنعاود لكم متصلة مع بعضها. أنا تولدت وأنا يتيم الأب، حيت الوالد توفى وأنا باقي في كرش أمي. ما عمري شفت الأب ديالي ولا كنعرف شنو هو الشعور الشخص يكون عنده الأب، لدرجة أني ما كنتش عارف واش كاين الآباء في الدنيا. حتى دخلت المدرسة وكنشوف صحابي كل يوم كيجيو اباء ديالهم كنردوهم للدار، وانا وخويا سمير كنرجعو للدار على رجلينا كل يوم، رغم ان المدرسه بعيده بزاف. المهم بقينا على هذا الوضع حتى الحاله الماديه ديالنا ولات صعيبه، ولا دوز علينا الوقت يا نتغداو ولا نتعشاو. وفي هذه الفتره كان في عمري 13 سنه وخويا سمير 16 سنه. الوالده قالت لنا نخرجوا نقلبوا على ريوسنا باش نجمعوا الفلوس ونقدروا نشريو الاحتياجات ديالنا، حيت الحاله الماديه ولات صعيبه بزاف. خرجنا نقلبوا على خدمه والحمد لله. وفي ذاك النهار لقينا واحد الخدمه في واحد المحل ديال النجاره وقريب للدار ديال واحد السيد كبير في العمر ومخدم عنده الناس. وهاد الناس اللي مخدمهم نقدر نقول لكم اخبث ناس شفتهم في حياتي، حيت اول نهار شافوني انا وخويا خدامين في ذاك المحل طريقه التعامل ديالهم ولا فيها الدغل. بهذا المعنى كيعاملونا بواحد اللطف الزايد وكيلعبوا معنا واحد اللعب في الشكل، وحنا مكناش صغار وعارفين هاد الحركات. كلمت خويا سمير بعد ما لاحظت هاد الشي وقلت ليه خلينا نخرجوا من هاد البلاصه، ولكن سمير ما بغاش وقال لي خلينا نكمل في هاد الخدمه، وهذا رزق عطاه لينا الله. وهاد الشي اللي درنا، رجعنا نخدموا وبقينا مكملين الخدمه عاديه. تكملنا تقريبا المده ديال شهر ونص، وهنا غتوقع المصيبة. في واحد النهار كيف العادة قدام أنا وخويا سمير، حتى جا واحد الشخص من داك العمال وعيط على خويا وقال لي تعال معايا، راه جات واحد السلعة جديدة خاصنا نجيبوها للمحل. أنا قلت عادي غنمشيو نجيبو السلعة ونرجعو، حيت كل نهار كتدخل السلعة جديدة لهاد المحل. ما رديتش البال وقلت عادي غيمشيو وغيجيو. صافي سمير مشى مع داك الشخص في داك الطوموبيل ودازت الوقت بزاف. ويلي سمير قاعد هاد الوقت تعطل والسلعة ما كتعطلش بزاف، والوقت ديال الخدمة ما بقى ليه والو يسالي، وهادو باقي ما رجعوا. ويلي قلت كاين حل واحد هو نمشي عند مول المحل وندوي معاه في هذا الموضوع. المهم مشيت عنده ودويت معاه في هذا الموضوع، وقلت لي راه سمير مشى معاه وباقي ما رجع. ويقول لي اش تتقول ولدي، اليوم ما دخلت حتى سلعة، كون دخلت شي سلعة اصلا انا اللي غنجيبها ماشي نتوما. انا في هاد اللحظة من سمعت هاد الهضرة رسمت سيناريو في راسي وقلت باللي سمير تخطف، هادي ما فيهاش شك. كلمت مول الشي وانا خايف، قلت ليه راه سمير مشى مع واحد من الموظفين وانا الصراحة خايف يكون تخطف. هو في البلاصة خرج من المكتب ديالو وبدا كيسول كاع الموظفين، وقالوا ليه كاملين ما شفناش وما عارفينوش فين مشى. وحنا نشوفوا الموضوع بدا تيحماض، وحنا نقصدوا اقرب كوميساريه وعودنا ليهم الموضوع شنو واقع مع خويا سمير. في البلاصه خرجوا كيقلبوا عليه، وباقي ما كملت حتى ساعتين باش مشينا للكوميساريه وما يلقاو الطوموبيل حدا واحد الدار. في البلاصه البوليس دخلوا للدار وتلاقاو ثلاثه الرجاله ومعاهم سمير. بلا ما نحتاج لكم اش كانوا كيديروا فيه راكم فهمتوا. ولكن المهم البوليس شدوهم وداو خويا للسبيطار باش يتاكدوا واش فيه شي حاجه ولا لا، والحمد لله ما لقاو فيه والو من غير شي ضرابي كانوا في ايديه. ومن خرجنا من السبيطار قصدنا الدار نيشان، وبكثرة الخوف على خويا علمت الوالده بكل شيء، والوالده ما سمعت لهاد الهضره
وهي تفرقع علينا بالغوات والبكا، وبدات تندب في شعرها ومخلوعة علينا، وسدت علينا الباب تاع الدار وحلفت بالله الا بقينا عتبنا هاد العتبه. قلت في نفسي الوالده دارت التصرع غير حيت خايفه علينا، وغدا ان شاء الله غادي نخرجوا عادي. ولكن هادشي طول بزاف، نهار على نهار. هادشي طول لمده شهر. عرفتي شنو هي شهر وانت وسط الدار، ما كتمشي لا مدرسه ولا تخرج تلعب مع صحابك، وحتى الجامع هو الاخر ما بقيناش مشينا ليه بمره. واحد اليوم الوالده مرضات وما قدراتش تمشي للفارماسيان، وخلاتني انا نخرج. عطاتني الفلوس وقالت لي من الفارماسيان للدار. انا قلت الوالده دارت هاد الشي ان شاء الله غتولي صحيحه وتخلينا نخرجوا. ولكن ما رجعت للدار جبت لها الدواء وهي تعاود تقفل الباب علينا بمره. دازوا الايام ولا هادشي كيطلع لنا في الراس، راه بزاف هادشي هذا. ولينا كنخطو نديرو شي خطه باش نهربوا من هاد الدار، حيت هادشي طول بزاف وما بقيناش حاملين هاد الحاله. وكل يوم كيدوز وحنا كنفكروا كيفاش نخرجوا من هاد الدار. وهاد المده كلها التعامل ديال الوالده ولا كيتبدل بزاف. في لحظه وحده هي تحل لنا الباب وقالت لينا الا ما تخرجوا تلعبوا مع صحابكم خرجوا لعبوا معاهم، ما كاين حتى مشكل. ويلي كيفاش غيرتي الرأي ديالك بهذه السرعة؟ واصلا كيفاش بغيتينا نرجعوا لصحابنا وانتي حابسنا في الدار لمدة 3 شهور وكتر كاع؟ المهم بغيتكم تركزوا معايا مزيان في هذا الشيء اللي غنقول من هنا لقدام. من خلاتني الوالدة نخرجوا برا ديال الدار، ركزوا معايا. ومنين خرجنا من الدار كلشي تبدل. يعني الحمد لله الوالدة ولات كدير الخياطة وكتبيع الثوب، ومن اول سيمانه ليها ولا عندنا الخير والخمير في الدار، ولات كتدخل مصروف كبير وبزاف ديال الفلوس. والكليان نهار على نهار كيكتاروا لدرجه انهم كيبقاو شادين نوبه حتى الليل. وانا الصراحه ما بقيتش كنحمل هذا الشيء، حيت الكليان كتاروا في الدار وما بقيناش واخدين الراحه ديالنا. وانا نقصد الوالده وانا ندوي معاها في هذا الموضوع، وانا نقول ليها الله رزقنا بهذا الخير، على ما تفتح لنا شي محل نخدم فيه انا وخويا وانتي ترتاحي وحتى حنا نرتاحوا. كملت كلامي وانا نلاحظ على الوالده بحال ما عجبهاش الحال، وهي تقول لي ياك هذا هو الخير ديالي، انا كنعطيكم كاع الفلوس والاحتياجات ديالكم اللي كتبغيو، وفي الاخر تجي تقول لي الكلام في وجهي. صافي معليش، انا كاع غنحبس هاد الخدمه بمره ونخلي الحاله ترجع الماديه كيف كانت قبل. ونقول لها لا لا الوالده حاشا، والله انا باغي غير المصلحه ديالك وصافي. وهي تقول لي كون باغي المصلحه ديالي كما تقول لي هاد الكلام من الاول. وانا نقول لها صافي انت كتعرفي المصلحه ديالنا وكتعرفي شنو غيصلح لينا، اللي كيبان لك مزيان ديريه. دازوا الايام وانا وسمير ما بقيناش كنرتاحوا في الدار، حيت الحال تزاد بزاف والكليان كتاروا اكثر من الاول. واغلب الوقت ديالنا كندوزوه يا برا ولا عند صحابنا. بعد الايام كتوصل بينا كنباتوا عندهم كثرة الكليان اللي كيولادنا في الدار. واحد اليوم الوالده عيطت عليا باش نتقدى ليها شي حوايج من السوق، عطاتني فلوس كثيره وقالت لي هكا جيب البخور والفاخر بكميات كبار. وانا بقيت غنستغرب وانا نقول ليها شنو باغا ديري بهذا الشيء كامل؟ هي تقول لي اليوم غنجيو عندها ضيوف ومهمين، حيت الضيوف من اكبر التجار في مجال ديال الثوب. ووصاتني قالت لي من تجيب لي التقضيه سير انت وسمير، واليوم غندخلوا الدار بمره وما ترجعوا حتى النهار الثاني، حيت عندكم الدار عامره وشوفوا عند من تباتوا عند صحابكم. وانا كنسمع هاد الشيء وجاني غريب بزاف، ولكن ما عندي ما ندير. مشيت تقديت لي هذاك الشيء ورجعت للدار وانا نخرج وانا نقصد خويا سمير وانا نقول لي هاد الكلام اللي قالت لي الوالده. وفي ذاك الوقت كان في عمري 16 سنه وخويا سمير 19 سنه. ويقول لي كيفاش الوالده غيجيو عندها الضيوف وهاد الضيوف حنا ما عارفينهمش، ومن الفوق نخرجوا من الدار ونجيو حتى الغدا؟ لا لا هادشي ما يمكنش، انا ما غاديش نخرج من الدار وغادي نعرف شكون هاد الضيوف. وداك الشيء اللي دار هو يمشي للدار وقصد الوالده ويحاول يعرف شكون هاد الضيوف، ولكن هي ما قالت ليه شكون هاد الضيوف وما بغات اصلا تقول ليه والو. قالت لنا كلمه واحده مع المغرب ما نلقاكمش في الدار ولقاو فين تباتوا، وهي تمشي. انا وسمير تعصبنا من الكلام ديال الوالده وحنا نمشيو
حدا لواحد الدار قريبه لدارنا وتخبينا حداها، وبقينا كنتسناو شكون هاد الضيوف اللي باغا من الوالده. بقينا كنتسناو توصلنا 12 ديال الليل، وايلي باقي حد ما بان. والوالده تقول لك ضياف، ودي الليل وباقي ما شفنا حتى حد. وانا وسامير بقينا معجبين وحنا نقصدوا الدار وما حلينا الباب، ويضرب فينا واحد الكميه ديال البخور كبيره في وجهنا. كثرت داك الدخان ما بقينا قادرين كاع نحلو عينينا والتعمينا. حنا نبعدو على الباب وخليناه مفتوح باش خرج داك الدخان ديال البخور ونعاودو ندخلو. وحنا كنتسناو برا حتى الباب تخبط بواحد الجهد قوي خلانا نقزو من بلاصتنا. انا من شفت هاد المنظر شكيت وانا نقول ويلي الوالده كبيره في العمر وما تقدرش تضرب الباب بهاد الجهد، ياك ما كاين شي راجل في الدار وحنا ما فراسناش. وانا نوض بالخف وانا نحل الباب، والصدمه ما كان لا دخان لا والو، وبالعكس الدار كانت طبيعيه. ويلي داك الدخان اللي كان وداك الضو مطفي، فين مشى هادشي كامل؟ وبقيت انا وسامر كنشوف في ريوسنا ومصدومين وما فاهمين حتى شي حاجه من هادشي اللي كيوقع. ودخلنا للدار وقصدنا البيت تاع الوالده، وكانت قافله عليها الباب ديال البيت وحنا كندقوا وهي تخرج. كانت بواحد الحاله يرثى لها، شعرها منتوف وحالتها في شكال وطالعه منها واحد الريحه خانزه. حنا نقولوا ليها الوالده مالك في هاد الحاله؟ والصدمه تدوي معنا عادي، لا ولادي ما كاين والو ما تخافوش. وهي تعاود تشد عنا الباب على وجوهنا. وانا ندور عند سمير وانا نلقاه مصدوم، تنقول ليه مالك؟ ويقول لي واش ما شفتي والو؟ قلت ليه شنو خنشوف؟ قال لي ما شفتيش داك الراجل اللي كان في البيت ديال الوالده؟ وانا نقول ليه نار الشيطان، راه الوالده حلات الباب وانا نشوف البيت كان خاوي كامل. راه كون شفتي شي حاجه كون شفتها معاك انا، واش تا كتشوف وانا ما كنشوف حتى حاجه؟ ما يمكنش. قلت لي راه واقيلا معاك الدخان، راه تخيلتي وبديتي تتخرف، راه ما يمكنش تشوف شي حاجه وانا ما نشوفهاش. صافي نسينا الموضوع ودخلنا البيت ديالنا، كل واحد شد بلاصتو باش ينعس. ومع العيا ديال النهار كامل وهادشي اللي كان غريب اليوم، نعسنا في البلاصه طحنا دقه وحده. دازت واحد المده وكنسمع البكا وانا نفيق مخلوع. وانا نشوف خويا سمير لقيتو شاد فراسو وقاعد تبكي. وانا نتصدم وانا نمشي عنده بنشوف مالو. ما قربت لعنده وانا نلقاه شاد فراسو والشعر ديالو كيطيح بحال اللي كاين عند شي حلاق. جا واحد التساقط ديال الشعر في شكال وغريب، حتى في واحد اللحظه ويوقف بوحدو ويتخبط مع الارض وبدا كينتفض وتخرج ليه شكوشه من فمه وتيغوت بواحد الصوت غليظ وكيخلع. انا بقيت غير مصدوم من داك المنظر وطاح لي الماء في ركابي وبقيت فاهم والو. وانا نشوف هاد الصدمه اللي باقي حد الان ليومنا الحالي ما بغاش تنسى ليا. انا نشوف خويا سمير قاعد يتحرق، قاعد يتحرق بحال انه شي واحد شعل فيه العافيه وخرج من الدار بلا ما نشوفوه. العافيه اللي كانت فيه حقيقيه، كيفاش شعلات الله اعلم. داك المنظر باقي حد اليوم كنتفكرو وكنبكي. صافي انا في ديك اللحظه طار ليا العقل وبقيت تنغوت ونبكي وخارج الزنقه بحال شي واحد مسطي وكنغوت. خويا شعلات فيه العافيه، خويا شعلات فيه العافيه، عتقوني عتقوني. الناس في البلاصه خرجوا والجيران تجمعوا في البلاصه. دخلنا للدار وما دخلنا للبيت عند خويا سمير لقيناه كامل محروق ولا مشوط كامل كحل، ما بقى فيه حتى شي حاجه من الجلد. وفي ذاك اللحظه قلبوه ولقاوه مات. قلت لهم الوالده راه كاينه في البيت وسجع عليها، راه من الصباح وانا كندق عليها ومبغاش تخرج بمره. الرجاله في ذاك اللحظه ما سمعوني قلت داك الكلام تجمعوا وميرسوا الباب ديال البيت ديال الوالده. هذيك اللحظه من تفتح الباب ما لقينا حد في البيت وبداو كيشوفوا فيا باستغراب. كيشوفوا فيا تيقولوا لي واش من نيتك كتكذب علينا؟ البيت خاوي، الوالده ديالك ما كايناش، قر شنو واقع ولا نعيطوا على البوليس. وانا قاعد تنحلف ونتزاوق باللي هما ظالميني. شويه هما يتصلوا بالبوليس في البلاصه، هما يجيو هما يطوقوا الدار وداوني معاهم على الكوميساريه ودخلوني الغرفه ديال الاستجواب. دازت 24 ساعه في ديك الغرفه وانا بلا ماكله بلا والو، حتى جا واحد المحقق سميتو رشيد هو اللي جاب لي معاه الماكله وقال لي كول. بديت ناكل تا كملت الماكله ويقول لي كملتي يلا نبداو الخدمه. قال لي انا جيت هنايا باش غنسمع من عندك الهضره وصافي.
انا ما سمعت هاد الهضره، ارتحيت شويه وبقيت نعاود ليه اي حاجه كنعرفها، وهو قاعد يسجل في واحد الكتاب وتقيد اي حاجه قلتها، كل كلمه نقولها هو قاعد يكتبها. انا ما غادي في الهضره، ووصلت للوالده في الهضره، والتغير اللي وقع ليها في لحظه، وتما انا نشوفه بدا التركيز ديالو ككتار، وقاعد تركز معايا في اي حاجه كنقولها ديال الوالده، ويقول لي صافي بركه هاد الشيء اللي باغي نعرف. قال لي واش انت متاكد بلي غا ثلاثه في الدار؟ قلت ليه متاكد 100%، غا انا وخويا الله يرحمه الوالده، غا ثلاثه حنا اللي كاينين في الدار. صافي تما ويعيط على واحد البوليسي ويقول لي باغيك تجمع ليا ثلاثه الفرق باش نمشيو ونفتشوا داك الدار سفاها على علاها. تما نيت في ديك اللحظه جمع لي داك الفرقه وقال لي باللي باغيك تمشي معايا. قلت لي علاش؟ قال لي غادي نحتاجك. صافي انا نركب معاه وحنا نقصدوا الدار وحنا ندخلوا. قال لي فين هو البيت ديال الوالده ديالك؟ قلت لي راه هو. صافي وعيط على واحد 4 الاشخاص مختصين في التفتيش ويقول لهم دخلوا فتشوا داك البيت كامل. ما دخلوا فتشوا فيه ما كاملاش ساعه ونص، ويجبدوا 3000 ورقه، وهاد الورقه ديال اعمال السحر والشعوذه. كل شيء دابا وضاح، يعني الوالده من هادشي كامل كانت السحاره. بعد مده وحنا في الدار الوالده رجعات، مع دخلت هي تصدم في البلاصه وما يشدوها البوليس وما يديوها الكوميساريه، ودخلها في نفس الغرفه اللي كنت فيها انا، وبدا المحقق رشيد كيحقق معاها. وفي البلاصه الوالده بدات كتنهار بالبكا ويتعاود ليه كل شيء من الاول حتى الاخر، وداك الشيء اللي عاودت ليه خلاتني مصدوم لحد النهار وهاد اللحظه اللي باقي عايش فيها انا. واعترفت لي بكل شيء وقالت لي فعلا بلي كانت سحاره ومشعوذه وكتستعمل نوع من انواع السحر، وهاد السحر سميتو السحر الاحمر. هاد السحر الاحمر قوي وصعيب بزاف لدرجه انه يخلي المسحور يتحرق من الداخل. والصدمه الكبرى هاد السحر استعملته الوالده على خويا سمير، وهي السبب اللي كانت في الموت ديالو. تتقول كانت خايفه انه سمير يعرف شنو تدير، لذلك ان سحراته وقتلاته باش ما يقسعهاش ويعرف ليها السير ديالها. وديك الهضره تقول بان خياطه وكتبيع التوب، داك الكلام كامل كله كذوب. كانت تقول بان خياطه وكتبيع التوب باش تغطي على اعمال السحر والشعوذه اللي كانت تدير. ودوك الكليان اللي كانوا نهار على نهار كيتزادوا ما كانش النيه ديالهم انهم يشريو التوب ولا يخيطوا حوايجهم، كان النيه ديالهم يسحروا الناس الاخرين ويخرجوا عليهم على حياتهم، كيف ما دارت الوالده لخويا سمير وقتلاته. وكذلك داك اليوم نهار قالت لي جيب الفخر والبخور حيت جاي عندها واحد الضياف مهمين، داك الكلام كامل كذوب، بل الضيف اللي كان جاي عندها كان واحد من الجن، وداك الجن كان قوي بزاف. الوالده حضراته باش تعطيه داك الشيء اللي بغا، وفهمتو شنو القصد ديالي، درت مع داك الشيء الخبيث باش يقدر يعاونها في الاعمال السحر اللي كدير. المهم من اعترفت الوالده قدام المحقق رشيد انا ارتحيت وخفيت شويه من داك الضغط والخوف اللي كان فيا. وفي الاخير الوالده تحكمت بالمؤبد، وانا ضاعوا مني 2 اشخاص كانوا عزاز عليا، خوادري اللي مات سمير الله يرحمه، الوالده اللي داخله دابا للحبس. والوالده كرهتها وعمري غنسمح ليها لا دنيا ولا اخره، حيت دارت فيا هاد الشيء اللي ما عمري تنسى وخلات فيا عقده نفسيه. دابا انا كنسكن في اسبانيا وخويت المغرب لهذا السبب باش ما نبقاش عاقل على هاد الاحداث وما نتفكرش خويا العزيز اللي ضيعته ليا وقتلاته. وهذه هي قصة مراد، نتمنى أنها تكون عجباتكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وفعل معك زر الجرس باش توصلك كل قصة جديدة كنحطها، ودير معك لايك وكومونتير. كنبغيكم كاملين ومع السلامة.